لولا الغطاء السياسي والأمني والمالي الذي حظي به وحشي هل يجرؤ على اغتيال أسد الله وأسد رسوله؟ نسمع اليوم ألقت القوات الأمنية القبض على منفذ العملية الفلانية وعلى منفذ العملية الفلانية وعلى منفذ العملية الفلانية. وما قيمة إلقاء القبض هذا؟ أنتم تلقون القبض على المنفذ، أما المدبر فلا زال طريق اليد. هند في حكومتكم، هند في برلمانكم، هند مشتركة في صنع قراركم. وما دامت هند لها اليد الطولة فإن العراق سيغتال ويقتل كما قتل حمزة بن عبد المطلب، ولا يكتفون بقتله إنما سيمثلون بجسده. أمس طاحت ولدنا بدون أي أسباب، أمس ذبحوا عراق وفارق عياله، أمس شفت الشعروية اللي عم طشار يعرفون الوقع من فردة عاله، قام العلى فراشه بهالزمان يموت محسود وتقول الناس هنياله، برميل النفط منا استفادت ناس. بس هذا الشعب دم يدفع عداله، وانطانا السياسي من الكلام اشكال، بس ما ينطنز دينار من ماله. احكي لي الصراحة وقل لي بالمكشوف، ما اريدك علي الطير فياله. قل لي فلان يقتل والذبح لفلان، قل لي من الحكومة فلان حاماله، قل لي فلان هذا بمجلس النواب يلعب شاطئ باطل المجرم بجاله، قل لي فلان هذا استهدف الطاقات يا طاقة بلدنا يروح يغتاله. بعد ما بينا نسمع شوقة من بغداد من غير الدجيل ودقة دياله. أيها الأحبة، نحن نخوض معركة وعي، وما لم نرفع مستوى الوعي فإننا نبقى في دائرة حمراء ستستنزفنا جميعا. ممكن أن الذئاب تتغلى عن غدرها، وممكن أن الثعالب تتخلى عن مكرها، وممكن أن الأفاعي تتخلى عن لدغها، وممكن أن العقارب تتخلى عن وغزها، إلا أن هذا العدو المارد لا يتخلى مطلقا عن عداوته للحياة. فعليكم بالحكمة فإنها من محسنات العقل، وعليكم أيها الأحبة بالمروءة فإنها من محفزات الضمير، وعليكم بالفطنة فإنها استشراف للخطر. ما لم نتسلح بالفطنة، ما لم نتسلح بالحكمة، ما لم نتسلح بالوعي فإننا سنقتل جميعا. نسأل من الله سبحانه وتعالى وبحرمة رسول الله أن نكون عند حسن ظن رسول الله والأئمة الطاهرين. مع كل هذه المآسي نحن نحمد الله ونشكره لأننا نعيش على هذه الأرض في هذا الوطن الذي جمع بين ذرات ترابه رفات مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رائد العدالة الاجتماعية. نحن نحمد الله ونشكره لأننا نعيش في هذا الوطن وعلى هذه الأرض التي جمعت بين ذرات ترابها رفات رائد الإصلاح مولانا الإمام الحسين الثائر الذي جعل من كربلاء قلعة للصمود والتحدي. نحن نحمد الله ونشكره لأننا نعيش على هذه الأرض وفي هذا الوطن الذي جمع بين ذرات ترابه رفات مجموعة من المعصومين. نحن نحمد الله ونشكره لأننا نعيش في هذا الوطن وعلى هذه الأرض التي منها تنطلق الشرارة الأولى لثورة مولانا الإمام صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن ايش كتر نخسر؟ احنا ايش قد خسرنا سلاح ما فاد العراق وتالي يتدمر، واحنا ايش قد خسرنا اموال ليهسب بلدنا بسوء تتبعثر، وراحت من زلمنا اعلام لا بماز لا باموال تتقدر، وبعد نخسر ما طول الولاءات السياسيه لهذاك وذاك تتعنصر، بعد نخسر ما طول الكفاءه بلا كرامه تعيش وتدور رزقها بساحه المسطر. لكن اني وانت 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 وكل العراق اليوم نبقى نقول ما نخسر بلدنا بخير، مو كيفا نفطنا الخام يصدر، لا كيفا على الكرار بتراب العراق الطاهر تتذرر.